السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب مستر خالد، النهاردة هناخد درس مهم جدا عن ازاي ادي نصيحة، ازاي استخدم should و shouldn't، وازاي استخدم الامبيراتيف sentence. وان شاء الله باذن الله هيكون درس سهل جدا وبسيط معانا. وبعد ما نخلص السيشن بتاعتنا هتلاقيني سايب لك مجموعة اسئلة في الكومنتس لازم تحلها، زائد الاسئلة اللي احنا هنحلها مع بعض دلوقتي حالا. طيب نبدأ ان شاء الله مع بداية الدرس نفسه. قال لك اول حاجة هناخدها ان شاء الله النهاردة هي الامبيراتيف سنتنس. ايه هي الامبيراتيف سنتنس؟ هي الجملة الأمرية. قال لك الجملة الأمرية بتستخدم لثلاث حاجات هما تقريبا نفس الحاجة. أول حاجة قال لك for instructions. طيب تاني حاجة قال لك for giving advice. طيب وتالت حاجة قال لك ديت هتكون لإعطاء الأوامر، وهو ده أصلا كان أصل استخدام جملة الامبيراتيف سنتنس، إن أنا عايز أديك أمر بشيء معين. طيب هنمسك استخدام فيهم. instructions إن أنا أدي تعليمات. طيب ديت زي إيه وليكن؟ دي زي وليكن أنت بتتدرب مثلا معايا أو بتاخد معايا مثلا في السيشن الأوفلاين في سنتر أو برايفت أو أيا يكن، فأنا حبيت أديك تعليمات الحصة. فأنا هنا حبيت أقول لك إيه؟ حبيت أقول لك don't talk while taking the session. يبقى هنا اصل الكلام ان انا بقول لك ما تتكلمش، ممنوع الكلام while taking the session، اللي هو انا بديك السيشن فانت طبيعي مش هتتكلم. طيب تعالى بقى هنا ندور على الجرامر نفسه. قال لك مبدئيا انا هنا استخدمت مين؟ قال لك استخدمت don't. طب وجالي بعدها ايه؟ قال لك جالي بعدها الفيرب في الانفينيتيف. يعني ايه جالي بعدها الفيرب في الانفينيتيف؟ يعني الفعل في المصدر. يبقى هنا اول قاعده هناخدها وهي ان انا لازم بستخدم don't، وبعد don't بستخدم الفعل في المصدر بدون اي اضافات. طيب تعالى بقى اديني نصيحه. النصيحة هنا لما أنا بستخدمها في الامبيراتيف سنتنس بتبقى نصيحة قوية شوية، شديدة شوية، اللي هو هنا وليكن drink water. عارف كده الموضوع عامل بالظبط زي ما والدك هنا وليكن شايفك مش بتاخد الدواء في مواعيدك فبيقول لك take your medicine. هي في الأصل نصيحة، لكن هي في الأسلوب بتكون نصيحة مشددة شوية، يعني أقوى من should و shouldn't اللي إحنا لسه هناخدهم كمان شوية. طيب فهنا وليكن قلت لك drink water. طيب معنى قلت لك drink water ان انا هنا بدات باول حاجه بالفعل في المصدر بدون اي اضافات. يبقى انا هنا ليها حالتين تو كيسز. الحاله الاولى ان انا هنا عايز ابدا لك بفعل امر انك تعمل الشيء ده، فانا هنا قلت لك drink water. طيب ان انا عايز امنعك من شيء معين فهنا استخدمت don't والفعل في المصدر. وخلي بالك من حاجه يا عزيزي، انت هنا ما ينفعش تستخدم doesn't، هنا ممنوع منعا باتا انك تستخدم doesn't. طيب ليه يا مستر؟ قال لك علشان دي جمله امريه بدات بالفعل، يبقى الفعل لازم يبدا فعل في المصدر بدون اي اضافات. طيب هل في اساليب تانية غير دي؟ قال لك ايوه في اساليب تانية غير دي كتير جدا ومهمه جدا. زي ايه؟ قال لك ممكن تستبدل لي don't وليكن بنيفر. ممكن تستبدل لي don't بنيفر. كجرامر هو don't ونيفر مفهومش اي فرق، لكن كمعنى فنيفر هي اقوى كتعبير. يعني واحد مثلا امريكان بيتكلم امريكان تاني فلما بيستخدم معاه دونت بتلاقي الاستريس على دونت او اللي هو دونت توك. اما لما باجي اقول لك نيفر توك اجين بتلاقي التون اهدى، ولكن انا هنا لما بقول لك نيفر انا هنا اقصد النهارده وبكره وبعده 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 اللي هو ابدا ما تتكلمش تاني. اما لما بستخدم دونت فانا اقصد السيتويشن اللي احنا فيه. طيب هنا بقى عايز ابدلها، ايه اللي هيحصل؟ قال لك عادي جدا ولا اي حاجه، هنشيل دونت وهنحط نيفر فهتبقى never took again. طيب هل انا هنا برضو في اسلوب strengthen، في اسلوب تقويه لفعل الامر انك تعمل الشيء ده دايما؟ قال لك ايه هو؟ قال لك اول حاجه عندي ان انا هستخدم always. اصبحت ايه؟ قال لك اصبحت always drank water. خلي بالك من حاجة وخلي بالك من حاجة مهمة جدا. يبقى أنا هنا عندي لا إما هبدأ بالفعل في المصدر على طول، وإما هستخدم قبلها
always well infinitive. طيب وبالنسبة لهنا قال لك بالنسبة لهنا لا إما هتستخدم don't أو هنستخدم never، وبرضو الفعل بيجيلي في المصدر بدون أي إضافات. طيب بالنسبة بقى للإمبيراتيف، يعني أنا مثلا وليكن دخلت الفصل فبقول لك stand up أو sit down، الجمل اللي إحنا متعودين عليها من صغرنا. قال لك هنا بالنسبة للإمبيراتيف هنا كل اللي هتعمله برضو إنك هتبدأ بالفعل في المصدر عادي جدا، اللي هي وليكن زي stand up أو sit down. طيب جالي سؤال في إحدى الكتب الخارجية كان بيقول لي إيه؟ كان بيقول لي remember your box، وقال لي استخدم لي forget. خلي بالك من حاجة هنا، أنا هنا عندي forget الF small وعندي remember F capital. قال لي هنا remember معناها تذكر، أما forget معناها انسى. طيب عشان أقدر أعوض forget remember الحل الوحيد إن أنا أخليها don't forget. أصبحت بالتالي don't forget هتساوي remember، يعني هتبقى عاملة إزاي؟ هتبقى عاملة كالتالي don't forget to bring your box، اللي هو لا تنسى أن تحضر كتبك. خلي بالك من حاجة، إن أنا هنا علشان خاطر أبدأ أستخدم الرايت وأبدأ أشتغل فيه بشكل كويس لازم بعد ما أحل الجملة يكون المعنى متساوي بنسبة 100% للسؤال نفسه. ده كان بالنسبة للإمبيراتيف. طيب تعالى لي بقى هنا في قاعدة تانية، قاعدة كلنا بنحبها وكلنا معترفين ان هي من القواعد الجميلة والسلسة والسهلة جدا. هي قاعدة ايه؟ قال لك القاعدة بتاعتنا النهاردة القاعدة التانية اسمها should و shouldn't. خلينا نكون معترفين مع بعض اعتراف بسيط جدا ان shouldn't الاصل منها should، فانا هنا الدرس عموما بيكون اصله should او اسمه should. اما shouldn't دي مجرد نفي، والنفي هنا علشان خاطر انا جبت not. طيب should بتيجي بمعنى ايه؟ قال لك should هنا هتجيلي بمعنى يجب ان. طب وبالنسبه لshouldn't قال لك لا، shouldn't بقى هنا هتجيلي بمعنى لا يجب ان. الاتنين هيجي وراهم فعل في المصدر infinitive بدون اي اضافات. طيب برضو should كالتالي هيجي وراه verb في الانفينيتيف، يعني فعل في المصدر يعني بدون اي اضافات. طيب خلي بالك من حاجه، should و shouldn't بيستخدموا لايه؟ قال لك should و shouldn't بيستخدموا للنصيحه. انا بستخدم should و shouldn't للنصيحه اللي هو for advice، يعني انا مثلا وليكن عايز انصحك نصيحه معينه فبقول لك اعمل كذا او ما تعملش كذا. طيب انا لو هنا قلت لك وليكن you should study hard، ما ادام انا هنا استخدمت لك should وجبت لك بعدها فعل في المصدر يبقى انا هنا بقول لك انت يجب ان تذاكر بجد. طيب حضرتك بقى ما حبيتش تذاكر بجد واتدلعت وما ذاكرتش، هنا هيكون عليك اي عقوبه قانونيه؟ لا. هيكون عليك اي الزام اخلاقي؟ لا. ما ادام انا استخدمت should او حتى shouldn't فانا هنا بتيح لك انك انت المفروض تعمل كده، بس انت لو ما عملتش كده خلاص انت حر، مستقبلك وانت حر فيه. طيب فهنا ده بالنسبه لاستخدام should. طيب قال لك ايه بتستخدم لايه تاني؟ قال لك بتستخدم للعزومات اللي هو زي ايه مثلا؟ زي you should come to visit us. هنا جبت لك بمعنى ايه؟ اللي هو انت يجب ان تأتي لزيارتنا.
هنا ده مش اعطاء نصيحة ولكن هي عزومة بشكل لطيف جدا، بيستخدموها عادة كتير قوي في بريطانيا او حتى امريكا. you should come to visit us. فهنا الموضوع بيكون لذيذ جدا ولطيف. طيب خلي بالك برضه احنا لسه حتى ما خدناش مثال واحد على shouldn't، يعني وليكن هنا ممكن اقول لك you shouldn't drink soda. اللي هو أنت لا يجب أن تشرب المشروبات الغازية. ليه؟ لأن هي طبعا بتكون مضرة جدا للصحة، بتعمل هشاشة عظام بقى وسكر كتير جدا، فاحنا في غنى خالص عن الكلام ده. تعالي لي بقى هنا، ده بالنسبة لتكوين الجملة واستخداماتها. طيب قال لك انا هنا ممكن استخدمها في الكويشن، ممكن استخدمها في السؤال. قال لك عادي جدا انك تستخدمها في تكوين السؤال. ازاي استخدمها طيب في السؤال؟ قال لك عشان استخدم should و shouldn't للسؤال بستخدمها في حالة من اتنين، اما السؤال يا عزيزي بأداة الاستفهام واما السؤال بهل. هناخد اول حاجة عن السؤال بأداة الاستفهام. يعني جاب لي هنا سؤال قال لي we should go to school. نسينا السي. school at 7. هنا جبت لك وليكن ان نحن يجب ان نذهب الى المدرسة في الساعة 7. لازم تبقى فاهم ان انا هنا هسأل عن الساعة، التوقيت، ولازم تبقى فاهم ان دوت هنا ده كده الفعل المساعد الهيلبنج فيرب عشان هنحتاجه. طيب تكوين السؤال بيتكون من ايه؟ قال لك تكوين السؤال بيتكون من أداة استفهام اللي هي الكويشن وورد، فعل مساعد اللي هو الهيلبنج فيرب، بعد كده الفاعل، وبعد كده الفعل، وتكملة بقية الجملة لو في ليها تكملة. طيب أنا مبدئيا هسأل عن الساعة، بسأل عنها بحاجة من الاتنين، إما when وإما what time. هنستخدم when لأن هي more advanced، حاجة يعني أشيك شوية في الأسئلة، لكن لو استخدمت what time ما فيهاش أي مشكلة خالص. when. طيب هنا جبت خاص أداة الاستفهام، عايز الفعل المساعد بتاعي وهنا هو should، يبقى when should. الفاعل دايما الفاعل بتلاقيه في اول الجمله، اما اولها او حتى رقم 2، مش هيبعد عن كده. طيب وين شود هنا بقى عشان نستخدم وي، قال لك وي متاح ان انا استخدمها وي زي ما هي او استخدمها يو. امتى استخدمها وي وامتى استخدمها يو؟ لو انا هنا بقول لك ان احنا كلنا لازم نروح المدرسه الساعه 7، يبقى واضح ان انا من سؤالي كنت بقول لك انا كمان كان المفروض اروح معاكم امتى. طيب لو انا بقى هنا كنت اسالكم انتم المفروض تروحوا امتى، يبقى هنا هتستخدم يو. طب وفي سؤالنا ده الاثنين متاحين ما فيهمش اي مانع خالص. طيب يبقى when should we go to school. طيب واخر جزئيه بقى عندي وهي السؤال بهل، وده جزئيه سهله جدا وبسيطه. بيقول لي هنا yes we should obey our parents. يعني نعم نحن يجب أن نطيع والدينا. هنا كل اللي هنعمله في السؤال اللي بهل إن إحنا هنشطب على yes أو no، عندنا yes أو عندنا no، وبعد كده هنعمل x ما بين we و should، فهتبقى كالتالي should we، وهكمل بقية الجملة بالظبط obey you أو our parents، يبقى should we obey our parents. وبكده نبقى خلصنا أهم جزئيتين النهاردة، هو استخدام الشود والshouldn't واستخدام الimperative sentence. يبقى احنا كده اتبقى لنا بس ان احنا هنحل عليها كام سؤال تانيين، وبعد ما هنحلهم هسيب لك سؤال في الكومنتس ما تنساش تحله، هيبقى اختبار صغير كده ميني كواز بس هيكون مفيد ليك جدا، وهنرد عليك في الكومنتس لو عندك اي سؤال مش واضح في درس النهارده. لو عندك اي استفسار عموما هنرد عليك فيه باذن الله، وبعد ما هتحل الاختبار في الكومنتس اكيد هنرد عليك اذا كانت اجابتك كلها صح او عندك اجابه واحده خاطئه. اول سؤال هنبدا نحله مع بعض هو السؤال بشد.
قال لك عشان نحل السؤال اللي بشد وبالذات ان هي جات لي small، اذا يبقى هو هنا عايزها ايه؟ قال لك يبقى هنا هو عايزها في جمله. طيب ما ادام كده ايه اللي هيحصل؟ قال لك ما ادام كده اللي هيحصل يبقى انا عايز قبلها فاعل وعايز بعدها فعل في المصدر. خلي بالك، طب الفعل اللي انا عايزه هنا هيكون عباره عن ايه؟ الفعل اللي انا عايزه هنا هيكون عباره عن I او you او we او they او he او she او it او اي اسم مفرد او اي اسم جمع. طيب عادة it لا تستخدم مع should و shouldn't، بنسبة 90% لا تستخدم. بس برضه هرجع اقول لك انت الفعل مش هتجيبه هنا من دماغك، الفعل هنا لازم يكون في الجمله. طيب it's a good idea to، قال لك لا استناني، it's a good idea to ديت على بعضها ما تنفعش معايا في الجمله الجديده، لان it's a good idea بتساوي بالظبط should، فبالتالي انا مش هقدر استخدمها. طب انا هنا ما عنديش فاعل غير it، وانا هنا قلت لك it مش هتستخدم، يبقى الحل الافضل ايه؟ قال لك الحل الافضل اللي احنا دايما هنلجأ له هو you. ما ادام ما عنديش فاعل صريح اذا كان اسم او ضمير في الجمله يبقى هنبدا نستخدم يو بشكل اساسي. ايوه بشكل اساسي. يعني هنا الجمله هتبدا بايه؟ قال لك هتبدا بيو. طيب بعد كده هنجيب مين؟ should، جدع. وبعد ما جبنا should هنجيب مين؟ قال لك الفعل في المصدر it's لا، لا، good لا، idea لا، to لا، لان انا اصلا قلت لك ان كل دولت هيساووا should، فكل دول هيتشالوا. طب الفعل في المصدر عندي هنا هو مين؟ ايوه مظبوط، هو eat، يبقى you should eat. من اول eat هتكمل لي بقيه الجمله زي ما هي، يبقى you should eat breakfast before school. تمام كده؟ مفيش حاجه صعبه. ده بالنسبه لاستخدام should و shouldn't. طب تعالى بقى لاستخدام don't. قال لك don't هي اصلا هنا هبدا بيها الجمله لان في حرف هنا كابيتال، بس خلي بالك من حاجه برضو don't بيجي وراه الفعل فين؟ جدع، هيجي وراه الفيرب في الانفينيتيف، يعني الفعل في المصدر بدون اي اضافات. طيب نبدا بيها الجمله عادي جدا، هتكون وليكن don't ايه؟ طبعا ده كله هيتشال علشان ابدا احط forget، يبقى don't forget ايه؟ your homework. طيب عندي استخدام بقى shouldn't. قال لك shouldn't هيها برضو نفس الفكره، ما اتغيرتش كتير، هجيب هنا فاعل وهجيب بعدها فعل في المصدر. طيب الفاعل عندي هنا ايه؟ ما عنديش اي فاعل، برضو هنستخدم you وما تزهقش من استخدام you. طب الفعل في المصدر stay، وانت مغمض لازم يكون stay، عارف ليه؟ لان احنا سايقين don't بيجي وراها الفعل فين؟ في المصدر، فانت حتى لو مش عارف ان stay هي فعل في المصدر بس انت عارف ان don't بيجي وراها الفعل في المصدر، يبقى هو ده. طيب قبل ما نجيبه هنجيب ايه؟ قال لك هنجيب shouldn't، طبعا هتبقى you shouldn't stay up late every night. السؤال الرابع if I were you، لو انا كنت مكانك، يبقى واضح ان انا نصيحه بقدمها لك انت حضرتك. ما ادام انت يبقى الفاعل عندي هيبقى يو. طب مثلا ليه هنا محتاج الفاعل قبل ما ابدا اي حاجه؟ عشان انا هنا عندي should، احنا اتفقنا should هيجي قبلها فاعل وبعدها فعل في المصدر. طيب يبقى you should، هات لي الفعل في المصدر ask my teacher، ونكمل بيت الجمله بالظبط زي ما هي for help. بالتالي مفيش اي حاجه صعبه خالص. طيب تعالى عند shouldn't، نفس الفكره don't talk when the teacher is explaining، ما عنديش فاعل يبقى اذا هستخدم you. فعل في المصدر talk، بعد كده كمل بقيه الجمله زي ما هي بالظبط، هتصبح you سوري هنا نسينا shouldn't، فبالتالي هتبقى you shouldn't talk، ونكمل بقيه الجمله زي ما هي. طب تعالى عندي should it's important to wake up early to be او to catch the school bus، ما عنديش فاعل وعندي it's important to بتساوي بالظبط should، ما عنديش فاعل يبقى استخدم you وبعد كده هنجيب should. طيب الفعل في المصدر wake up
واكمل الباقي زي ما هو بالظبط. remember و don't forget، هتشيل don't forget لانها بتساوي remember وهنحط remember، وهنكمل to عادي جدا check، وهنكمل بقية الجملة زي ما هي. وبكده أعزائي الطلاب يبقى احنا كده خلصنا درس سهل وجميل جدا. وخلي بالك مفيش غنى عنه، إذا كنت فترة ابتدائي إعدادي ثانوي. إذا كنت عايز تاخد كورس إنك تتكلم إنجليش، مستحيل تعرف تتكلم إنجليش من غير ما تستخدم الإمبيراتيف سنتنس ومن غير ما تستخدم should و shouldn't. واستنونا ان شاء الله في الكواز اللي في الكومنتس، ما تنساش عشان ده هيأكد عليك كل المعلومات اذا كانت ثبتت صح ولا غلط، بالاضافه للدرس الجاي. وما تنساش طبعا تفعل الجرس، تعمل سبسكرايب، وتعمل لنا فولو على الفيسبوك، على اليوتيوب، على كل حاجه عشان تتابع معانا كل جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.